في مسلسل مملكة الحرير، واحدة بتشتغل الملك عشان نفسها تبقى ملكة، التانية بتعرف اخوها انه ولي العهد عشان يطالب بيه وتبقى هي اخت الملك، والتالتة عايزة ابنها اللي جاي من الحرام يبقى هو الملك وتبقى هي ام الملك. ما كانوش يسموا المسلسل مملكة الحرير، كانوا يسموه مملكة الحريم. مملكة الحرير عبارة عن عرش والصراع على العرش وعلاقات حرام وحمل وقتل كتير. واضح ان بيتر ميمي وهو بيعمل المسلسل ده كان مطبق على حلقات جيم اوف ثرونز. اللذيذ في جمهور مملكة الحرير وتحديدا البنات سابوا كل الاحداث دي ونازلين في الكومنتات يكتبوا ايه يا جماعه، ممكن تقولوا لنا لون صبغه شعر ساره التونسي؟ مسلسل مملكة الحرير اتعرض يوم 29 يونيو على منصة يانجو بلاي، وبينزل بعدها بكام ساعة على التلفزيون، وده ادى فرصة لصاحبك الرخم انه يتفرج على الحلقة على يانجو بلاي ويحرقها لك قبل ما انت تتفرج عليها. تفاصيل المسلسل كلها قلناها في الحلقة اللي كنا عاملينها عن برومو المسلسل، فلو انت عايز تعرفها تخش على الحلقة. احنا النهاردة هنخش على طول في القصة. الامير شمس الدين والاميرة جليلة والامير جلال الدين ولاد ملك مملكة الحرير، وهم صغيرين عمهم خلص على ابوهم وامهم عشان طبعا في العرش، وكان عايز يخلص على عيلين عشان دول الوراثه الشرعيه، بس رضوان خادم الملك خدهم وهرب. اتنين حراميه خلصوا عليه وقسموا العيال فتفرقوا، والاميره جليله العم خدها على اعتبار انها بنت مش هتولد. لما بيكبروا شوف ان كل حد فيهم عايز يبقى هو الملك او يبقى ليه علاقه بالعرش، وتتوالى الاحداث المتوقعه. قصه المسلسل ده اتعملت 1000 مره، احنا بنعملها للمره ال1001. نقدر نتوقع في الحلقات اللي جايه هيحصل بين الثلاثه صراع. هو اصلا ده بان في الكام حلقه اللي اتعرض، عايزه ابنها يمسك الحكم وتزيح عمها، وصغير عايز يبقى هو الملك. ممكن نحط التاتش المصري، الصراع ده هيخش حد رابع او حد منهم يموت او العم يموت فالدنيا تتشعوط، وفي الاخر كريم محمود عبد العزيز يبقى هو الملك بس يقول انا وصلت على الدم مش عايز المملكه دي. وهقول انه عادي ان القصه تبقى مكرره، لان انتوا عارفين الاعمال دايما بيتقال لك العمل ده قصه ولا مناظر. اهو العمل ده مناظر، مش مناظر خالد يوسفيه، مناظر يعني ابهار، الحاجه اللي هو بيبيعها لك من الاول عشان تخش تتفرج. لو هقارن الصوره للمسلسل ده بيقدمها مقارنه بالدراما المصريه فاكيد هو في حته تانية، لو هقارنه بالدراما العالميه فهو اكيد في حته داهيه. في غلطات كتير. اول مشكله مشاهد كتيره الكروما فيها واضحه، اللي فيكم ما يعرفش الكروما دي هي حاجه خضراء الممثلين بيقفوا يصوروا عليها، وبعد كده في المونتاج ايه هو المونتاج؟ معقوله مش هيبقوا عارفين المونتاج؟ لا، انت لو مش عارف المونتاج روح خد كورس قبل ما تتفرج على الحلقه. يشيلوا القماشه الخضراء ويحطوا بقى ان هم في غابه، ان هم عند اسد. هنا مشاهد كتيره جدا كنت حاسس انا شايف ان انتوا على كروما والموضوع اتحط فيه مونتاج، حين ان انت لما تتفرج على حاجه تقيله زي جيم اوف ثرونز قادر افرق فين الحقيقه وفين الكروما. كل المشاهد بالنسبه لي حقيقيه. المشكله الثانيه في ان هو ما خلقش عالم خاص بيه. قاعد بتفرج انا حاسس اني شفت المسلسل ده قبل كده كصوره، وتحديدا هو متاثر جدا بجيم اوف ثرونز، ومش فاهم ليه نبقى احنا بنتكلم مصري والمفروض انه مسلسل مصري، بس انا حسيت ان انا في مملكه اوروبيه زمان او مملكه رومانيه. حتى لون شعر زارة التونسي متاكد ان شفته في اكتر من مسلسل قبل كده. كان المفروض انك تعمل حاجه مميزه، عالم خاص يختلف عن عالم كل الممالك اللي اتعملت قبل كده. بصراحه بيتر ميمي عمل حاجه مميزه. المزيكا اللي كانت ساره التونسي بترقص عليها تقريبا مزيكا تكنو. انا داخل اتفرج على عصر زي ده اكيد بقى عايز اشوف فريق، عايز اشوف المعازف بتاعتهم شكلها ايه، فكريته مزيكا تليق على العصر ده. انا حسيت ده مزيكا ممكن اسمعها في اي بار في وسط البلد دلوقتي. وعموما المسلسل فيه حاجات مش منطقيه كتير. اول حاجه الملك اللي اتقتل واخوه قتل، هو مش المفروض في حرس في وزراء في حكومه؟ ازاي الموضوع ده عدى وما اتقبضش عليه؟ برضه في مشهد كريم محمود عبد العزيز رفع عينه وبص على بنت الملك، فدي عقوبتها انه يتقتل. فجاه الحارس خده في حته ما فيهاش اي حد، وكريم محمود عبد العزيز هو اللي خلص عليه ومشي عادي، وكأن برضه في المملكه ما كانش فيه شرطه. من الحاجات برضه اللي انا مش فاهمها، هو رضوان ده مش المفروض انه اتقتل وشفناه ده في اول حلقه؟ ازاي طلع عايش تاني؟ فعلا مش فاهمها. اللي فاهمها يكتبها لي في الكومنتات. في حاجه في المسلسل بتميز بيتر ميمي، خليك تعرف ان هو المؤلف. الحوار مباشر بشكل مزعج. في مشاهد كتير للاسف انا كنت بجري من كتر ما انا متوقع الحوار، بس انا مش هتكلم عن تفاصيل الحوار غير جمله واحده. في اول الحلقه الاولى لما كان الراوي بيتكلم انه الاخ قتل اخوه فالارض اتلعنت، اسقاط على قصه قابيل وهابيل، وده حرفيا هبد فني. اي دين ولا في ثقافتنا تحديدا المصريه والعربيه فكره ان الارض اتلعنت وربنا غضب على الارض وغضب على البشر والارض ملعونه، دي خزعبلات وخرافات جايه من جهات اجنبيه عشان تبوظ دماغنا. كنت اتمنى بما انك بتعمل مسلسل مصري ما تاخدش بقى من الخزعبلات اللي مش مصريه. طب هل المسلسل كله عيوب؟
عيوب؟ لا بصراحه في مزايا. الميزه الاولانيه كريم محمود عبد العزيز اداؤه حلو جدا، ميزته جاي من الهادي، يعني حتى هو بيتعصب تحسه هادي، لما يقتل تحس المشهد هادي ما فيهوش حزق كتير زي جعير الناس، وفي نفس الوقت عامل الدراما بشكل حلو ومش بيستعرض عضلات، مش جاي يقول انا ممثل جامد مفيش مني اتنين، لا هو كل مشهد بيديله حقه. ومن الحاجات اللي عجباني في شخصيه الامير شمس الدين فكره العينين، اسمه ابو العينين، عنده عين زرقاء وعين بني، يعني ده خط جديد وحلو، وخلق لي فكره ان عشان كده هو المفروض يتحرم من ان هو يبقى الوريث الشرعي، لان هم لما اتولد افتكروه جني. اسماء ابو اليزيد انها في المسلسل ده تستحق لقب انها قفلت اللعبه، عموما تمثيلها حلو وعامله مشاهد كتير حلوه، اللي مميز انها عامله دور واحده شريره وبرضه جايبه الشر ده من الهادي، هي تخليك تخاف منها من غير ما تقعد ترفع حواجبها وتتعمد انها تقول لك ده انا شرير، لدرجه ان في حاجات كتير انت وانت بتتفرج ممكن فعلا ما تبقاش عارف ايه اللي في دماغها، فموصله الدور بشكل حلو قوي. وكمان هي عندها كاريزما قويه، وجهه نظري الشخصيه المسلسل ده كاريزمتها اعلى من كاريزما كريم محمود عبد العزيز. اللي كانت مفاجاه بالنسبه لي ساره التونسي، ادائها حلو قوي ولايقه قوي في شخصيه فتاه الليل او الراقصه ذكيه اللي عندها طموح تتعرف على ابن الملك، وعارفه ان اي حد بيتعرف على ابن الملك هتتقتل، بس هي بذكائها تعرف ازاي ما تتقتلش وبتخطط، واعتقد الحلقات اللي جايه هتخش في الصراع على العرش. عامله شخصيه حلوه، وعندها ميزه تانية انها مزه بصراحه. من الشخصيات برضو اللي ادى اداء كويس ظهر من اول حلقه وليد فواز وبرضو محمود البزاوي، هما الاثنين عاملين اداء كويس. وعموما كل الممثلين اللي ظهروا لحد دلوقتي تمثيلهم حلو، ممكن يبقوا مختلفين، يعني من وجهه نظري انا شايف اعلى حد اسماء ابو اليزيد، بس في الاخر الباقيين مقبول وفوق المقبول كمان. ودي ميزه لبيتر نيم والمخرج، فهو اللي وجههم. اللي فيكم شاف الحلقه اللي عملناها عن مشروع اكس، اداء ياسمين صبري كان ضايع، فهو هنا عدل ده ووجه كل الممثلين كويس. من المزايا برضو بتاعت المسلسل التتر، واضح انه متعوب عليه، مصمم بشكل حلو وتحسه لايق على جو المملكه. وبرضو من مزايا المسلسل ان كل الحلقات عباره عن 10 حلقات، ده هيخلي مفيش مط والريتم سريع، رغم ان في مشاهد بسبب الحوار بتاعها كانت ممله. نقول برافو ليانجو بلاي انكم بداتوا تنتجوا اعمال فيها امل، ان مثلا مسلسل برستيج كان زي الزفت. في حاجه ما اقدرش اقول انها ميزه وما اقدرش اقول انها عيب، الموسيقى التصويريه يعني هي مش وحشه، بالعكس هي كويسه وواضح ان فيها جهد، بس للاسف مش مميزه، ما تثبتش في الودن، خصوصا انك بتعمل مسلسل عن ممالك وانت رايح لجو جيم اوف ثرونز. ما المزيكا بتاعت جيم اوف ثرونز دي من الحاجات المميزه اللي الواحد فاكرها، فكنت اتمنى انك تخلق مزيكا الواحد يسمعها على طول يقول بس دي مملكه الحرير. ودلوقتي بقى جينا لميعاد التقييم، انا لسه ثابت على موقفي، مسلسل مملكه الحرير انا مش هقيمه، بس ممكن اقيم ساره التونسي، اديها 10 على 10 واديها قلبي. مسلسل مملكة الحرير بيثبت الجملة اللي صناعه قالوها، ان احنا في مصر قادرين نعمل دراما مصرية زي العالمية. هما متخيلين كلمة زي العالمية دي ميزة، من وجهة نظري ده عيب، انت مش المفروض انك تعمل دراما زي دراما تانية، انت تعمل دراما بلون مميز وخاص بيك. مبقاش قاعد بتفرج وحاسس ان انا بشوف مسلسل اجنبي، خصوصا ان احنا في تاريخنا كعرب عندنا مثلا حضارة الاندلس، وكان فيها فترة الملوك برضو بيتصارعوا على العرش وابن يتخلص من ابوه عشان يمسك العرش. بما ان انت هتروح لمنطقة الصراع على العرش، ما خدتهاش من حاجه تاريخيه وتديني بقى هويه عربيه، وتروح كمان لو معاك ميزانيه تصور في الاندلس اللي في اسبانيا النقوش بتاعتهم والملابس العربيه، يبقى ليك حاجه هويه بتاعتك مختلفه تماما عن المسلسلات الاجنبيه. في معلومه اعتقد كتير منكم ما يعرفوهاش، ان مسلسل جيم اوف ثرونز اتصور جزء منه في الاندلس في القصور اللي هناك، طبعا هم صوروا الحاجات اللي ما فيهاش جدران مكتوب عليها بالعربي. نخش بقى في سؤال الحلقه، اسماء ابو اليزيد ولا ساره التونسي؟ لا مش كجمال، قصدي كاداء، مين اللي عجبكم اكتر من الاثنين دول في المسلسل؟ طبعا انا مش هسالكم انت اتفرجت على المسلسل فين، على يانجو بلاي ولا على التلفزيون، لان يكشي ينزلوه حتى على الراديو، احنا ثابتين على مبدأنا جي بيست وسيما فور يو. السؤال الثاني، ايه اكتر فيلم او مسلسل لكريم محمود عبد العزيز بيعجبكم وتحبوا ان احنا نتكلم ونناقشه هنا في القناه؟ خلاص استاذنكم بقى اللايك والشير والكومنت والسبسكرايب، تفعل الجرس لو انت اول مره تشوفنا. لو انت من العتاوله اللي عارفيننا من قبل كده، هتلاقي هنا في القناه في ملخصات لافلام ومسلسلات سواء عربي او اجنبي، وفي كمان تقييمات، فلو انت معاك وقت وباقه ممكن تخش تفر. لو الفيديو عجبك ابعت انشر كلم درمغ، ما عجبكش قول لي اللي مش عاجبك. عندك اي اقتراح اكتبه لنا في الكومنتات، ونختم بالكلمه بتاعتنا غورو.